ورجعنا لكم اعزائي المشاهدين في اول فقراتنا الحواريه اللي بنسعد فيها يكون معانا الناقد الرياضي الاستاذ احمد درويش اللي بنقول له صباح الخير. هيكلمنا عن كواليس مباراه الاهلي والمصري اللي طبعا متصدره احداث اليوم. صباح الخير يا ابو صباح الخير فضل. صباح الخير استاذ اهلا بيك يا استاذ احمد. والنهارده مباراه الاهلي والمصري مباراه من 3 سنوات سابقه يعني لم تقم، وكان فيها ظروف محيطه بيها. فبراير 2012 ذكرى أليمة لكل المصريين، 72 شهيد سقطوا وحتى الآن لم نرأى بالسطح. هو فبراير الأسود، يعني عايزين نقول بقى إن إحنا النهارده عايزين الأول نقول ربنا يرحم شهدائنا، ودي بداية لفتح صفحة جديدة فعليا. عودة الكرة المصرية فعليا النهارده إن شاء الله في حالة نجاح المباراة وإقامتها إن شاء الله، نتمنى هذا. هتكون دي فعلا البداية المنتظرة اللي إحنا بقالنا 3 سنين بندور عليها. عايزين نفتح بقى صفحة جديدة ونقول عفى الله عما سلف. عايزين نقول في بلدنا لو القانون في قضاء شامخ، ان احنا بنحترم احكامه. طارت شويه في احكام نقض وفي استئناف وفي بس نظل مصر دوله قانون، نظل دائما تحت لواء سياده الدوله، تحت لواء ان احنا كلنا منتظرين القصاص العادل لهؤلاء الشهداء الصغار اللي دفعوا حياتهم ثمن حضور مباراه وتشجيع فريقهم. النهارده كل الاجواء بتقول ان احنا ان شاء الله هنعبر لبر الامان، وان كنت انا انا الصعيد الشخصي لن اتاكد الا بنهايه صافره الحكم وعوده الاهلي الى القاهره وعوده المصري الى بورسعيد. ده بيدي ايحاء ان انت قلقان. انا قلقان. من ايه؟ انا قلقان لان اي نعم مباراه في الجونه، واي نعم المباراه في منطقه الجونه بعيده تماما عن الاحداث، بس مفيش مانع ان احنا يبقى عندنا قلق. الذكرى القديمه 72 لازم يبقى فيه ذره و1% قلق، ان احنا مش عايزين اي رد فعل، خصوصا ان الايام اللي فاتت شهدت ردود افعال غاضبه من اهالي الشهداء وردود افعال كده من شباب صغير. طب انت شايف ان ده كان مبرر، ولا نقدر نقول لازم العجله كانت تمشي؟ ان المباريات تقام في ظل ان القضاء بينظر القضيه، وكمان ان اللعيبه او النادي المصري بالتحديد ما كانش له يد او علاقه بالواقعه، وكان يبقى من البدايه العلاج المبكر اللي هو نقدر نقول ان المباريات كانت تتم بين الاهلي والمصري في ظل ان القضاء بينظر القضيه. بص حضرتك، احنا هنقول بس واقعتين كده. اتفضل. 1985 كان في مباراه بين ليفربول ويوفنتوس. فيصل دي كانت واقعه شهيره، 39 ضحيه من جماهير يوفنتوس الايطالي. ورغم كده في 2005 كان في مباراه اخرى بين الفريقين، اول مره يلتقوا من 20 سنه. جماهير ليفربول استقبلت جماهير ايطاليا في انجلترا ببانر مكتوب فيه الصداقه. رد عليهم في بانر تاني بعد كده في مباراه العوده، قالوا ان احنا ممكن نتكلم بس ما فيش صداقه يعني. بس ده يعني شايفه يعني الغرب سامح، انما احنا بس انت ما عندكش جمهور في المباراتين متسامح. لا احنا يعني عندنا جمهور. لا حاليا اقصد في المباراه ما فيش جمهور، فانت ولكن هناك جماهير تحرك الصخر صحيح من الخارج عبر هذا الايباد والايفون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اللي هو كان اشعل الفتيل فيسبوك. وطبعا لو نرجع الذكرى القديمه هنقول ان ده كان السبب وكان نقطه البدايه. عشان كده ان لا المباراه فيها جماهير فعليا موجوده من خلال شاشات، من خلال مواقع التواصل، اللي هو بقى سهل ان انت تكتب كلمه او بوست ايا كان من 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 مشجع متعصب، من اعلامي متهور، مع احترامي كل الاعلاميين في مصر، بس بعض منهم تغلب عليه حته التعصب وبحث عن السخونه او الاثاره، فيدفع ندفع نحن الثمن، وقد دفعناه قبل كده. نفتكر فبراير يا استاذ احمد كان السبب لافته. بالظبط، لافته من مشجع ايا كان، عن هزار، عن تهور، عن النتيجة كانت قاسية علينا جميعا. بس بقربك دلوقتي شوية من الكواليس بنسمع بيتردد انه في بعض لعيبة الاهلي راح لهم تهديد. بالفعل. هل دي بتخربك او بتفكرك ببعض الاحداث اللي حصلت في 2012؟ بص انا عايز اقول لحضرتك حاجة، ولا هناك اختلاف كبير؟ دايما لما مثلا نفقد واحد عزيز علينا، اول يوم بيبقى حزن شديد. بعد اسبوع زي ما بقول عن في فلاحين كده الخميس بتاعه بيبقى الجو الطف، في 40 الموضوع بيبقى الطف والطف، بعد سنه الذكرى السنويه بتبقى حفله وهكذا. نعمه النسيان يعني.
دي نعمه عند ربنا سبحانه وتعالى، ان مع مرور الايام ربنا بيلهمنا الصبر والنسيان، فالموضوع بيبدا يلتئم، الجرح يلتئم. بس احنا حسينا من وجود اسر الشهداء امام مقر النادي الاهلي في الجزيره ومطالبتهم لكبار اللعيبه ان هم ما يلعبوش المباراه دي، حسينا ان هم جواهم خوف ان حقوقهم تضيع. عشان كده احنا بنأكد ان في قضاء وقضاء نزيه. طيب سؤال، هل حقوق الشهداء عند لعيبه الاهلي 11 هتلعب؟ لا طبعا. عند مجلس اداره النادي الاهلي الحالي؟ اطلاقا. ومجلس الاداره كمان ما ننساش ان هو واقف مع الاسر دي، وفي يعني مش عايز اقول مساندات ماليه ليهم، وغير اسر الشهداء تم في مراعاه من مجلس اداره النادي. مفيش فلوس بتعوض الضرر زي ما بنقول. اكيد طبعا، بس اقصد في تكريم مادي، في تكريم معنوي، الدوله في انتصار احكام قضاء. وعايز اقول لحضرتك حاجه، انت معترض او في شن حملات على النادي الاهلي. النادي الاهلي من البدايه انا مش موافق ان انا العب دوري مجموعتين. رئيس النادي الاهلي محمود طاهر، المهندس محمود طاهر، كان اكثر متحمسين ومتشددين لاقامه الدوري هذا الموسم من مجموعه واحده. لو في نيه ان انا مش عايز العب المصري خلاص كان بدايه من دوري المجموعتين. وعشان بس ما نخلطش الامور، عدم حضور مجلس اداره النادي الاهلي مش قرار خاطئ. مفيش ماده في القانون، مفيش ماده في مجلس اداره اي نادي في مصر بيقول الزام اعضاء مجلس اداره رئيس النادي بحضور مباريات. هو قال كده امبارح يا استاذ محمود طاهر. دي حاجه لازم نبقى نكون فاهمينها. تفسرها بايه بغض النظر ان مفيش ما اي نعم. الاستاذ محمد ابو وهاب بنسبه كبيره جدا هيكون حاضر المباراه، يكون حاضر المباراه النهارده، وده قرار شخصي فردي منه. بس ده يعني هو قرار مجلس الاداره ده تضامنا مع اسر الشهداء، ولا انت شايفه من منطلق ايه؟ يعني انا من البدايه طالما اخذت قرار اني العب يبقى اواجه المصري ادافع عن قراري، سواء بالحضور او ان انا أو اشرح للناس انا وافقت على القرار من البدايه. على فكره الاستاذ محمود طاهر رئيس النادي الاهلي قال انا كنت موجود بالصدفه في المكان اللي كان مقام فيه المباراه اللي فاتت للنادي الاهلي، فعشان كده تواجدت. نعد كم مباراه حضرها الاستاذ محمود طاهر في مباراه الاهلي هذا الموسم. كم مباراه كان بيحضرها الكابتن حسن حمدي والكابتن الخطيب في مباراه النادي الاهلي. على اصابع ايدي موسم نهائيات المباريات الكبرى، الدربيات. ده اهلي والزمالك او رئيس النادي الاهلي مش متعودين انه يحضروا مباريات كتير. أيوة. فمش عايزين نربط بس. لا انا كمان هفكرك بحاجه. تفتكر في بعض المباريات الحاسمه اللي كانت في دوري ابطال افريقيا واللي كمان كانت في كاس الكونفدراليه، كان لحد اخر وقت قبل المباراه كنا بنقول يا ترى مجلس اداره النادي الاهلي هيحضر او لا؟ بالظبط. فالمباراه ملوش يعني الموضوع ملوش علاقه بمباراه النهارده. المباراه حساسه. اي قرار فيها بيبقى شائك. انه انت تحت المنظار، الناس الجماهير مترقبه انت كرد فعلك كمجلس اداره النادي الاهلي، كاعضاء مجلس النادي الاهلي ايه. فانا عايز اقول لاهالي الشهداء يا جماعه احنا بنطلب صفحه من الجفاء، وليس نسيان وليس اهمال او اهدار حقوق الشهداء، ولكن عشان احنا في بدايه مرحله جديده، بلد 3 سنين او 4 سنين بتدفع ثمن كبير جدا طبعا من دماء شبابها في كل الانشطه، في كل القطاعات، الشرطه، الجيش، كل الشباب. فعشان كده احنا بنقول لازم نبدا بقى، لازم نبدا بدايه حقيقيه في الرياضه المصريه هي من هنا. احنا ما صعدناش افريقيه، خسرنا من افريقيا الوسطى وخسرنا من في موقعة الماعز ايام حسن شحاته النيل عشان ما فيش جماهير، عشان الرياضه المصريه دفعت الثمن بعد ما كنت انت متصدر مشهد 2006 2008 2010. وصلنا للترتيب التاسع وكنت قاب قوسين او ادنى بهدف في مباراه المدرمان الشهيره مع الجزائر. خلاص كانت الكره المصريه عبرت مرحله مش هتوصل لها لمده كبيره، لان احنا كنا جيل متميز، مدرب متميز، منظومه تساند. فعشان كده بنقول ان دي ضربه البدايه. احمد، كانت الصحف والمواقع اطلعتنا ان في احتفاليه هيقيمها اتحاد النادي المصري مجلس ادارته تكريما للنادي الاهلي بحصوله على الكونفدراليه وكاس للروح الرياضيه. كل ده اتلغى. هل ده مدلوله ايه؟ هل امنيا ام عدم وجود مجلس اداره النادي الاهلي؟ بص حضرتك، انا هقول كلام رزق على الله. اتفضل. انا شخصيا كشاب مصري صغير في السن، يعني مش قوي، بحمل رساله عتاب لسياده الرئيس السيسي. سياده الرئيس السيسي يعني احنا بنحبه، هو رب الاسره، هو راعي الرياضه المصريه. كانت الزميله هبه اشتركت في مبادره جميله سهم في عوده الجماهير المصريه للمدرجات. هو رب الاسره. كنت اتمنى ان يبقى فيه دعوه، لان دايما هو الكبير اللي بيهمنا، الكبير دايما زي ما بنقول هو اللي بيجمعنا شويه يا احمد. خلينا يعني كنت منتظر ايه؟ انا كنت منتظر ايه؟ دي مش عايز اقول مباراه امن، يعني امن قومي البلد،
دي حاجه مهمه جدا، دي راح ضحيتها 72. لما دايما الكبير بيتكلم والكبير بيجمعنا بيبقى فيه انصات وفيه اهتمام، خصوصا ان الراجل جاي فاتح ايديه مهتم بالشباب. بس هنا في بيسمع قضيه. ما هو في قضيه بس في ما وراء القضيه. ايه ما وراء القضيه؟ سياده الرئيس السيسي يعني مبادره، انا بدعي سيادته شخصيا، مبادره مجلس اداره النادي الاهلي، كابتن محمود طاهر يا سياده الرئيس، استاذ ياسر يحيى، مجلس ادارات يحقبوا اعتذار شيك. مجلس اداره المصري عنده، انا اعلم جيدا، عنده استعداد للذهاب للنادي الاهلي، عنده استعداد لتقديم اعتذار يليق بيهم، ثم بعد كده بقى يبدا دور الاجتماع برابط الالترس وتنقيه الاجواء. هتيجي كده يعني لما نقول نجيب مجالس ادارات تدريجي، نجيب مجالس ادارات نقعد معاهم، نجيب الجماهير المحتقله، الروابط اللي هي الرئيس كان السبب المباشر في عودتها ان شاء الله عن طريقكم وعن طريق الحملات الجميله اللي هو اجتمع فيها مع خيار الشباب الاعلاميين، دي كانت سبب مباشر. حضرتك كنت موجوده في حوار الرئيس السيسي. زميلي هبه كانت موجوده. وأما بقى فيه على المستوى بقى الايه البروتوكول الرسمي بين رؤساء الانديه، هيبقى فيه هتيجي مرحله، خصوصا ان النيه موجوده. احنا بنتكلم في حاجه النيه فيها موجوده. مجلس اداره المصري عايز، مجلس اداره النادي الاهلي مش ممتنع. اسمح لي ارجع لك تاني في النقطه دي، لانه في نقطه النادي المصري ان هو يقدم اعتذار، عايز ارجع لك فيها تاني، ولكن اسمح لنا نروح سريعا لضوابط المباراه النهارده. سمعنا ان في 4 مراقبين على المباراه، هنعرف كل التفاصيل من الاستاذ عامر حسين رئيس لجنه المسابقات معنا على الهاتف. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير، ازيك استاذ فتح الله؟ اهلا بك. انا مع الاستاذ احمد درويش. صباح الخير عليك. نحب نعرف من حضرتك كابتن عامر ايه التفاصيل النهارده المحيطه بالمباراه وصحه وجود 4 مراقبين النهارده؟ لا، هو مفيش 4 مراقبين ولا حاجه، انما هو احنا في المباريات الهامه كنا دايما بنعملها في مباريات الزمالك والاهلي او الاهلي والزمالك. نعم. بيبقى في 2 مراقبين لان موجوده من الملاعب اللي هي المفتوحه شويه. ففي 2 مراقبين الموجودين في الملعب، وفي المراقب الامني ده الموجود طبيعي في كل المباريات. انما احنا بنزود عليه منسق، لان طبعا دي في مباراه محايده. هو 4. فزي ما كان الاسماعيلي والاهلي فكده بقى 4 لعبوا في الجونه. هو المنسق بيبقى من نادي الجونه. هو الحاج احمد الصحيفي، لان هو ادرى طبعا بالبلد هناك، وعارف اتصالاته بالامن وعارف اتصالاته بمخارج ومداخل الملعب. جميل. ويقدر يوفر لنا كل حاجه هناك. لكن المباراه بتاعت الجونه، فبالتالي احنا ده اللي زاد عليه بس. كمان كان في خطاب من الجبلاء لكلا الناديين بالممنوعات في المباراه، ده كان احد الاخبار اللي بيطلعنا بيها المواقع الالكترونيه الصبح. عايزين نعرف ايه التحذيرات اللي قدمها الجبلايه لكلا الفريقين. لا مفيش خطابات طلعت ولا حاجه، انما هو طبعا احنا قلنا المباراه تمشي زي اي مباراه، ما فيهاش اي مراسم، ما فيهاش اي حاجه، ولا لافتات ولا تيشيرتات ولا حاجات. الحاجات دي كلها بتبقى بين الادارات بينها وبين بعض، مفيش مشكله فيها. انما حته بقى نخش بالتيشيرتات والحاجات اللي بتتعمل دي بقى لنا 4 سنين. لان مباراه عاديه جدا، مباراه زي اي مباراه بتتلعب. وزي ما الاستاذ احمد درويش كلكم اتفقتوا ان في قضيه بتاخد مجراها، وكل واحد كلنا بنتمنى وبندعي ان كل واحد بياخد حقه، الاخطاء بياخد حقه وجزاؤه. ونسيب الامور تمشي عاديه، لان احنا زي ما اتفقنا في بدايه الموسم، يمكن قبل ما يطلع قرار تعيين لجنه المسابقات، ان رئيس النادي اتفقوا ان الدوري يبقى من مجموعه واحده. فبالتالي ان كل الانديه كانت راضيه وعارفه ان في مجموعه واحده. الناس كلها في مصر كانت عارفه ان لازم الناديين هيقابلوا بعض. البادره اللي بتطلع من الناديين ومجالس الادارات من بدايه الموسم الامور كلها عاديه. النادي الاهلي قال انا بطبق وبتمسك بتطبيق اللوائح والقوانين اللي هي منها ان المباريات لازم تتلعب طبقا للوائح. النادي المصري مقدم بادره ومقدم كل حاجه، فالامور كلها ماشيه طبيعيه والناس كلها عارفه ان المباراه دي هتتلعب. بس بصراحتك المعهوده يا كابتن عامر، هل النادي الاهلي طلب بعد وجود اسر الشهداء تاجيل اللقاء مره اخرى؟ لا، ما عندناش اي مكاتبات احنا رسميه بان حد طلب تاجيل المباراه خالص. ان النادي الاهلي عارف انه هيلعب المصري مباراتين. توقيتها امتى دي حسب القرعه وحسب الجدول وحسب التوقيت المناسب للامن اللي يوافق عليه. نعم. احنا اهم حاجه عندنا كانت موافقه الامن وافق، حطينا المباراه في الميعاد دوت وفي المكان اللي الامن وافق عليه برضه. زي اي مباراه احنا ما بنلعبش مباراه الا الامن بيوافق عليها. يعني ما كانش في ضغوط عليكم كاتحاد كره او لجنه مسابقات؟ لا، ما فيش ضغوط، لان
الانديه كلها عارفه اللوائح ايه وعارفه قوانين وعارفه ان احنا هنلعب دوري مجموعه واحده. أيوة. هنفضل نأجل المباراه مش هتتلعب، ما ينفعش دوري غير ما فريقين بيلعبوا بعض. لما يطلع اقتراحات من الناس طبعا بعيده شويه عن المجال، يقولوا كل واحد ياخد 3 نقط من المباراه، الكلام ده ما ينفعش طبعا، ولا يبقى الدوري بايظ يعني، ما ينفعش يبقى فيه دوري. تمام. استاذ كابتن عامر، يمكن زميلنا احمد محتاج يسالك سؤال. اتفضل. حاج عامر، عايز اسال حضرتك، في تعليمات من لجنه المسابقات باتخاذ قرار في المباراه في حاله حدوث اي شيء يعني، ولا في تجديدات على كده، ولا ما تطرقتوش الموضوع ده؟ لا خالص، ما بنتكلمش الموضوع ده خالص. المباراه زي اي مباراه بقول لحضرتك، اللوائح معروفه ومعروف الجمهور اللي هيخش بيحصل ايه. يعني لا قدر الله مثلا في حاله وجود جماهير، في حاله يعني اي حدث طارئ ممكن يطرأ على المباراه، في تعليمات يعني بإلغائها ولا؟ لا هو في الاخر طبقا برضه للقانون ان الحكم هو صاحب القرار الوحيد في الغاء المباراه. لو شايف ان هو كابتن محمود البنا النهارده بالظبط. انا طبعا الحكام انا ما بعرفهمش، محمود البنا لا نشرت على كل مواقع الانترنت. ما بحبش اسال حتى على الحكم. تمام. ما دخلش الشغل كابتن عصام. تمام. كان في انا يهمني الاجراءات بس، فهي اللوائح معروفه، ما فيش تعليمات معينه، ما فيش تعليمات خاصه بالمباراه. يمكن الحاجه الوحيده بس احنا رابطه النقاد الاستاذ ايهاب الفولي موجود هناك عشان هو اللي ينظم دخول الاعلاميين ويبقى عارف مين اللي داخل، واذا كشف بيهم للحاج احمد الصحيفي اللي وصلها لمديريه الامن من امبارح بالليل. عشان الصحفيين والمراسلين والمصورين يبقى معروف مين اللي داخل وبطريقه تصاريح خاصه. ففي منسق اعلامي الاستاذ ايهاب الفولي، في المنسق المباراه الحاج احمد الصحيفي، في مراقب الامن ده الطبيعي بتاعنا، وفي المراقبين في المباراه. ودي كلها امور بتعمل في المباريات الكبرى، ما فيهاش اي مشكله، انما ما فيش ولا تعليمات خاصه لا يعني يا كابتن عامر، كان في حاجه بتقول حضرتك اشرت للفرقتين ان ممنوع ارتداء اي تيشيرتات عليها اي شعارات خاصه سياسيه ايا كانت. طب لو في، احنا عارفين النادي الاهلي بيلبس دائما وابدا تيشيرت في الاحمال مكتوب عليه 72، ده هيكون برضه ممنوع ارتداؤه برضه، ولا ايه الموقف دلوقتي؟ انا قلت لحضرتك ممنوع خالص اي تيشيرتات موجوده، اي حاجه. تمام. وممنوع اي مراسم في المباراه، ما فيش اي مراسم، ما فيش اي يافطه حد يخش بيها من اللعيبه زيها زي اي مباراه خالص. زي ما احنا اتفقنا على المبدا ان القضيه في المحكمه تاخذ القرار العادل بالنسبه لها. تمام. شكرا كابتن عامر لوجودك معنا، وان شاء الله نتمنى المباراه تعدي الى بر الامان. شكرا كابتن عامر. شكرا ليك. كابتن عامر حسين وضح لنا كل الامور بالظبط. يعني موضوع الاربع مراقبين اتقال هو يعني فنطهم زي ما احنا بنقول. اتكلم كمان انه ما فيش اي يعني وجود لمراسم كانت المفروض ان هي تكون موجوده. اتقال انه في احتفاليه كده الباب ده اغلق، ده من ناحيتهم هم في لجنه مسابقات. ما فيش اي شيء مثلا هيتم ارتداؤه من اللعيبه، هتبقى مباراه عاديه جدا. هي في الواقع مباراه ب3 نقط. اهلي خسر السنه دي، مصر خسر السنه دي. أيوة. عايزين هم لا مش السنه دي، احنا نقدر نقول الدور الاول. هي دي العقبه اللي كنت هسالك في السؤال الاخير ليك يعني. انا دلوقتي متوقع ان في الدور الثاني هيبقى في جماهير. الا مباراه الاهلي والجونه انها محدده طبعا في الجونه. أيوة. هي محدده. احنا بس بنأكد انها مواجهه اسبانيه في المباراه ماكيدا وجاريدو. الاهلي 27 نقطه، مصر 20 نقطه. الاهلي عنده غيابات، مصر عنده غيابات برضه. في لعيبه شاركت من ايام 2012. مؤمن لو كان شارك كان هيبقى هو اكثر واحد. ففي ناس عاشت، وفي 4 طبعا من النادي المصري. في ناس عاشت نفس الشعور ده ونفس الاحساس ده. عايزين نقول بس ان احنا عايزين نرجع بقى المباراه ارض الملعب. عايزين نقول يا جماعه النهارده ان شاء الله 10-1 ان شاء الله. رساله سريعه كده احمد نقول ان ده بدايه الدوري من جديد. رساله سريعه من احمد لروابط الالتراس، وانت حابب تقول حاجه في نهايه اللقاء. اتمنى بس ان انا قريب منكم في السن، يعني اقول لهم بلاش الكلام الكبير، بلاش التطبيع، وبلاش شعب بورسعيد وشعب الاهلي وشعب القاهره. لا، احنا شعب مصر، احنا تحت علم مصر. احنا بنقول يا جماعه دي مباراه كره قدم. احنا المفروض اكبر دوله في المنطقه، احنا الام اللي بتحتضن في ازمات ومشاكل. ازمه لابد ان احنا نكون اذكياء في التعامل معها، لابد ان نطوي الصفحه نهائي ونقول لازم الوعي. ما الوعي ده بقى بيجي من دور الاعلام الهادف في تثقيف الشباب ومعرفته وتعريفهم جيدا بان دي مباراه كره قدم، وان ده مشهد للنسيان. عايزين ننساه بقى ونقول اهلا بمصر الجديده. مصر الجديده في 2015 مسيحيينها ومسلمينها وكل المصريين بيجتمعوا على حبها وعلى تحت قياده
وتحت علم وتحت احترام دوله القانون اللي باكد تاني. وعايز بس قبل ما اخلص اشكر حاج احمد الصحيفي لان هو جندي مجهول فعلا. الراجل ده صحيح. يعني عايز اقول ان الراجل ده وبشده ايدي اللي هو حمد الجزار واللي هو احمد الصادق مدير امن ورئيس المباحث هناك ان الغردقه ومدينه البحر الاحمر سياحيه، محافظه سياحيه، نتمنى تعبر بار الامان كتير. وزميلنا حسن توفيق رئيس التحرير بيطمنا ان هو تواصل معاهم وقدر يتاكد انه يعني زي ما بنقول كده طبعا يعني حسن كله تحت السيطره. حسن عامل غرفه عمليات النهارده، كان الله في العون. تابعت مع معارضه محمد السباعي معارضه المباراه وطارق هاشم والزملاء حسن مختار وكل الزملاء الصحفيين وهابي، فالناس كلها متجمعه، اكتر من 150 اعلامي بايديهات. ودي حاجه مهمه جدا جدا. ايهاب الفوري واحمد الصحيفي والسباعي وحسن مختار ايهاب الفوري هو المنسق الاعلامي بالظبط، ومقدم ايهاب مجدي مدير علاقات عامه، انا اعرفه شخصيا، راجل محترم جدا وبيسخر كل الجهود هناك. فانا اتمنى نقول بعد المباراه الحمد لله الحمد لله ان شاء الله. ان شاء الله. انا اشكرك شكرا جزيلا استاذ شكرا جزيلا. صباح الخير. نورتنا يا احمد، وان شاء الله نلتقي في لقاءات اخرى، ونتمنى زي ما انت قلت ان اللقاء يعدي على خير. شكرا لك. هنطلع نفاصل وبعد منه هنستقبل لقاء جميل نتمنى فيه ان يوضح لنا الصوره زمان كانت ايه العلاقه ما بين الناديين الاهلي والمصري، كانت ايه العلاقه ما بين اللاعبين بغض النظر عن داخل الملعب، في الخارج كان بيبقى ايه العلاقه ما بينهم، الاجواء ما بين المباراتين فيما قبل هذا الحدث الأليم اللي كان حصل في بورسعيد. كل ده هنعرفه مع ضيوفنا الكرام اللي هيشرفونا في الفقره القادمه، الكابتن ابراهيم عبد الصمد، ضياء عبد الصمد نجم النادي الاهلي، والكابتن ايدو نينو نجم النادي المصري. فانتظرونا بعد هذا الفاصل.